بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة يا رب. دي كده بقى مكنة الأوفر، بنسميها ساعات يعني مكنة السرفلة. دي بسم الله، دي المفروض 4 فتلة، 1 2 3 4، 4 عيارات أهم، ملغي واحد، يعني شغالة 3. بتسد لان هي اصلا بتسرفل البنطلون، بتسرفل القميص، بتسرفل الجلابيه، بتسرفل ما بتخيطش. المفروض تخيط. دي مكنه اسمها جوكي ياباني. حضراتكم شفتوا بفتح الظرف اهي، البيبان بتاعتها اهو، عشان امسحها واروقها واعمل لها صيانه. بسم الله ما شاء الله. اولا حضراتكم بتشتغل ازاي والبيبان مفتوحه كده؟ بسم الله كتجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 فتله، ادي فتله 2 3، ادي عيار 2 3. بسم الله. حضراتكم سامعين الصوت؟ شايفين السرفله اهي؟ انا بعمل لها صيانه دلوقتي وبوري لحضراتكم. دي تجربه، دي تجربه. بسم الله بسم الله. اولا لضمتها، اللضم بتاعها معقد. اولا حضراتكم ازاي متعقد ازاي؟ بسم الله. نطفيها كده واوري لحضراتكم. كل فتله نازله في كروشيه، فيها 3 كروشيهات شغالين، والمفروض هنا ابرتين، وادي ظرفه كمان اهو. المفروض هنا ابرتين. ده الدواس اهو اللي بيدوس على القماش ده. دي سكينه، شايفين حضراتكم بتنزل وتطلع ازاي؟ بتنزل وتطلع. دي سكينه شفره تقطع القماش وهي ماشيه. بتنزل القماش هنا اهو، المفروض ينزل في المكان بتاعه ده عشان يروح في سله المهملات هنا. ده الباب اللي بيقفل على الكروشيهات والخيط. ينزل الفتله دي، بتنزل من هنا تخش في مكان ليها هنا مجرى، زائد فيه هنا رفات نطاره اهو بتتحرك يمين وشمال اهو. شايفين حضراتكم؟ ممكن تكون الكاميرا جايباه كده. ادي نطار وادي نطار. كل فتله لها مجرى ولها عين داخله فيه، بتمشي كده وتخش وتطلع هنا الكروشيهات هنا. 3 كروشيه، 3 كروشيه. واحد اهو في الكباس ده بيطلع بره هنا اهو، اهو بيطلع هنا اهي كده، ياخد الفتله من الابره. في واحد بيديلهم تحت هنا اهو برضه صغير، كروشيه تاني بيديهم مع بعضيهم. اي ترزي دلوقتي ما يقدرش يستغنى عن السرفله دي، مكنه الاوفر دي. اي ترزي، اي خياط، ان شاء الله حتى يكون في الارياف. انا قلت لحضراتكم نبذه عن مكنه الاوفر والسرفله دي. انا كل كام يوم كده اعمل لها، عشان انا الورشه في الدور الارضي، فالتراب والعفار يعمل مشاكل عنهم. ده جفت، ده جفت بلضم بيه الخيط. بمسك الفتله وادخلها في العين بتاعت المجرى بتاعتها، وساعات استخدمه في مسح المكنه من جوه وانا بعمل لها صيانه، عشان انزل التراب والحاجه اللي هي طالعه نازله من هري القماش والخيط اللي نازل من القماش. ده الفتله بتاعت الابره اللي هي دي.
والفتلتين دول نازلين الكروشيه اللي تحت. ده الابره اهي تنزل من هنا كده، تنزل في هنا عيار ماسكها، وبتنزل من بره اهي، والابره تحت. المفروض ابرتين عشان لها مكان للابر الابرتين هنا. انا لاغي واحده عشان مش بستعملها خياطه، بستعملها سلسله فقط لا غير، اوفر بس. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ادي الاوفر بتاعها اهو، اسمر اهو، ادي وش السلسله، وادي الظهر بتاعها. مظبوطه الفتله ومظبوطه المكنه، العيار بتاعها مظبوط، الغرزه بتاعتها سليمه. انا بقدر اظبطها لانني خبره فيها برضو من زمان، وعندي خبره فيها. بس لو عايزه قطع غيار ولا حاجه انا ما اقدرش اركبها. الصنايعي الميكانيكي بتاع مكن الخياطه اللي بيصلح المكن بجيبه، اسمه بدوي. صنايعي بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، ما بيعملش شغلانه تقعد بعديها سنتين ثلاثه لما تحتاجه تاني، لانه عنده ضمير في شغله. ربنا يوفقه ويصلح حاله. امبارح كنت قاعد مع واحد صديق، حكايه كده احكيها لكم. فاخوه كان صديقي، الله يرحمه. الله يرحمك يا حاج علي يا زقازيقي، ويحسن اليك ويجعلك في اهل الجنه يا رب. الحاج علي ده كان مقاول بيجيب الصناعيه للمهندسين ويشتغل شغل العمارات والابراج في نجاره المسلح والحاجات دي. فكان يجي بالليل، كنت قاعد مع اخوه امبارح فجبنا سيرته. كان حبيبي قوي 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 الحاج علي ده، حبيبي يعني، كان حبيب الكل. كان يعمل ايه الحاج علي؟ يوم الخميس زي بكره كده، النهارده الاربعاء، طبعا بيجيب الصناعيه ويقعد في مكان كده يقبضهم. انت ليك قد ايه؟ ليا مثلا 5 ايام 10 ايام في قد كده بقد كده، اجرتك اهي. ما كانش يقول لحد يبقى لك ولا يخصم من حد حاجه، اللي اشتغل اي شغل الايام اللي خدها، الايام اللي اشتغلها بياخدها. ده من صفه الانسان الامين. كان عنده ضمير وحب للناس والناس بتحبه. كان عنده كاريزما حب الناس ليه شديده قوي، 100%، ويمكن 200 500% 1000%. الناس بتحبه قوي لانه هو كان يقعد يحل مشاكل للناس، اللي محتاج حاجه يساعده، اللي كده يعني. كان ربنا كرمه، فكان يجي يقبض الناس يوم الخميس، العمال والصناعيه وكده. يقعد على ترابيزه زي دي كده وحط الفلوس قدامه، اللي له حاجه حسابك اهو. يطلع الدفتر، انت ليك خمس قروش خدهم، وانت ليك 5 قروش خدهم وكده. فكانت تيجي اطفال صغيرين من المنطقه، والله حصل. الاطفال دي يجوا يقفوا كده طابور زي الصناعيه قاعدين على كراسي، والعيال الصغيره ديت 7 سنين 8 سنين 10 سنين 12 سنه، ولاد. فكان يجي يقفوا قصاد الحاج علي. كان الربع جنيه ده مبلغ وقدره، مش زي الايام دي يعني، ما عادش في ربع جنيه. الولد من دول يقف ياخد الربع جنيه، فانا قاعد جنبه كده وبضحك معاه يعني، وبنهزر كده، وهو بيقبض الناس وهو فرحان بالاولاد يعني. فيقوم في ولد يقول له اخويا في البيت ما تديني الربع جنيه بتاعه، يقول له خد الربع جنيه بتاع اخوك اهو، الربع جنيه بتاعك والربع جنيه بتاع اخوك، ويضحك. والله والله رحنا دفنا الحاج علي واحنا جايين في الطريق، راجعين كده يعني الواحد يبقى راجع من العزاء من الدفنه كده، بودع صديق ولا حبيب، بيبقى حزين ويبقى ربنا لا عالم بيه. فلقيت طفل امه ماسكاه في ايدها، والطفل بعيط، بقول لها يا ماما يعني، يا ماما مين هيدير؟ بتقول له بتعيط ليه يا فلان؟ انا مش فاكر اسمه ولا ايه يعني. بتعيط ليه يا بابا؟ قال لها مين هيديله ربع جنيه؟ طفل رايح يودي الراجل المقبره، ورايح يعزي وحزين عليه،
وبيقول الكلام ده هو راجع، انا سمعته وربنا اللي حاسبني اني بقول الصدق. والله والله ده حصل. انا الدمعه فرت من عيني وبكيت على الحاج علي اكتر ما انا ربنا سبحانه وتعالى كان عالم بيا، وانا موديهم وشيعوا الجنازه بتاعته لغايه المقبره ودفناه وراجعين. طفل زي ده بيبكي على الحاج علي عشان كان بياخد منه ربع جنيه كل اسبوع، مش كل يوم. الطفل ده يعني واقف ياخد مصروف زي الصنايعي. الصنايعي بياخد مثلا 500 جنيه 200 جنيه على قد شغله. الاطفال دي واقفه كده يجي 20 طفل 50 طفل على قد ما يكون. والله حصل. يدي الفلوس للعيال الاطفال دي كل واحد ربع جنيه. فواد من انا واقفين، فالواد بيقول له انا عايز الربع جنيه بتاع اخويا. قال له فين اخوك؟ قال له في البيت. قال له الربع جنيه بتاعه وصله له البيت. وحياة من اماته والله 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 حصل. الله يرحمك يا حاج علي ويحسن ايديك ويجعل مسواك الجنه ويجازيك بما كنت تعمل ويديك من نيتك. نيتك كانت سليمه، نيتك كانت بيضه وقلبك صافي. الله يرحمك يا حاج علي يا زقازيقي. الله يرحمك يا حاج علي يا زقازيقي. ترحموا معايا عليه حبايبي واصدقائي ومتابعيني. ربنا يبارك في حضراتكم. ارجو من حضراتكم بقى مشاهده الفيديوهات بتاعتي حتى النهايه، علشان انا معذور ليكم، سامحوني يعني. معذور في ساعات مشاهده. عايز ساعات المشاهده تزيد لانها ما بتتقدمش. واليوتيوب شرط المشاهدات الساعه 2000 ساعه، والمشتركين 1000 مشترك. انا عديت ال 2000 بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك في حضراتكم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويرزقكم من حيث لا تحتسب ولا تعلمون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.